والله غصب عني يعني باين. لا مش عايزه بس استفاد. واجب حضرتك لازم ايه ده؟ المحكمه يعني قررت ده فدخلت يعني. وبعدين بعد ما قريت القضيه عرفت اللي فيها مبقتش عايزه اتدخل اصلا. الواجب بقى. عايزين نعرف ايه التهم الموجهه للمنشاه؟ ممكن بس نعلي الصوت شويه؟ ممكن نعلي الصوت الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر انها بتتاجر البشريه، بتتاجر بالبشر. البنات اللي هي مجهولين الهويه، البنات الفقراء، البنات اللي ما عندهمش حد يسال عليهم. وهي معترفه بالجنايه دي يعني؟ لا بتقول انا ماليش دعوه انا ما عملتش، بتنكر طبعا، بتنكر ان بنتها يعني ان هي قدمت بنتها الكريم ده. طب هي ايه علاقتها بالسفاح؟ هي علاقتها بالسفاح واللي جه في القضيه اصلا اللي مكتوب في القضيه ان هي كانت بتقدم له البنات دي، كانت بتعرفوا على البنات دي بس ما كانتش تعرف ان هو كان بيقتلهم. هي بتقدمه لهم بس ودورها بينتهي عند كده يعني. بدايه معرفتها بالسفاح كانت ايه وايه التفاصيل يعني؟ هي بتقول ان انا كنت في الشارع وهو اتعرف عليا وبس عرفت عن طريق الشارع يعني، عرفت عن طريق الشارع. طب عقوبة الإتجار بالبشر يعني عقوبتها إيه؟ والله انا بقول لحضرتك انا نفسي يعني تاخد اعدام، والله نستغرب يعني تاخد اعدام يعني انت حضرتك يرجموها قليل عليها. لا دافع عنها ازاي؟ ما انا بقول لحضرتك انا القضيه دي لو جت لي مكتبي انا هرفض اصلا ان انا ادخل فيها. خلاص طالما اتحطيت في الامر الواقع المفروض تترافع عنها. يمكن ليها سبب معين. اترفضت بس مش عشان معاها هو حضرتك ليه بتقول الكلام ده مع انك انت مش انت الدفاع بتاعها؟ انت حضرتك الدفاع بتاعها؟ ده بتاع بس ما جاتليش مكتبي. انا لو جات لي مكتبي انا مش هوافق طبعا ان انا اترافع في القضيه دي، لكن المحكمه كلفتني بكده فانا ما اقدرش يعني. المحكمه كلفتني بحاجه وانا اقول لا